وداعا فوزي القجع من الكرة المغربية، ومرحبا بفصل جديد في السياسة. واش بصح هذا الراجل الأول في الكرة المغربية غادي يقلب الصفحة ويخلي الرئاسة الجامعية باش يمشي لشي وزارة ولا شي حزب جديد؟ واش كيهضروا حتى على شي تحولات سياسية وغيرها وأحزاب وغيرها؟ واش هاد الشي كامل بصح ولا غير هضره في الكواليس والسوشيال ميديا وكل شيء كيهضر على انتقالات او بالاحرى تقديم استقاله الفوزي القجع من الرئاسه الجامعيه لكره القدم المغربيه؟ خليكم معايا باش تعرفوا الحقيقه بالتفاصيل. الى جينا نشوفوا بالمنطق ما كاين حتى شي خبر حقيقي وكل شيء غير اشاعات. بلادنا دابا غادا في خطوات وتقدم كبير، وكنوجدوا المونديال ديال 2030، البنيه التحتيه اللي ولات كتنافس البلدان الكبار والاوروبيين. اذا مستحيل في هذه اللحظه وبالذات يكون شي تغيير. فوزي القجع عارف هذا الشيء وداري به اكثر من اي واحد اللي كيهضر حاليا، وكل شيء غير اشاعات ماشي غير هكاك. راه القجع واقف على اي كبيره وصغيره وعارف اش كيدير، وعارف بلي ان هذه المرحله هي اهم مرحله في تاريخ الكره المغربيه لكره القدم. يعني اي هضره زايده ما هي الا تشويش خاوي، بركه من الاشاعات الخاويه. وديما انا كنوصي راسي ونوصي اي واحد كيتفرج يتبع ديما مصادر رسميه اللي كتكون كتجيب اخبار حقيقيه، ماشي غير هضره دايزه اولا غير حيت شفنا فوزي القجع مشى لواحد الحزب بغى يدير واحد الحزب نتاعو ديال مدينته اللي كبر فيها وترعرع فيها، الا راه غادي يحيد من المنصب نتاعو. كنتمنى ان الفيديو كان نال الاعجاب نتاعكم، وما تنساوش تخليو واحد اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم جديد. وديما القناه معروفه بالمصداقيه، والخبر الا كان رسمي غادي تلقاني نحطو لكم. حاليا ما كاين حتى شي خبر رسمي. نتمنى التوفيق للبلد نتاعي.